هو محمد صلاح هيروح فين بعد كاس العالم؟ اسمع. تسمعها لأول مرة في من القاهرة. كل الناس، كل العالم بيسأل هو محمد صلاح رايح فين بعد كاس العالم؟ صح. طبعا كلنا عايزين نعرف محمد صلاح بعد ليفربول وبعد كاس العالم هيروح فين؟ اسمع. صح. واحد من اهم النجوم اللي في العالم، فطبيعي التساؤلات دي كل يوم تطرح، كل يوم في تقارير اجنبيه عن محمد صلاح. هيروح الدوري السعودي، هيروح الدوري التركي، هيروح الدوري الايطالي، هيروح الدوري الاسباني، هيروح الدوري الامريكي، كلام كتير. المعلومه اللي عندي ان محمد صلاح قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم كان عارف او خلص الفرقه اللي هيروح لها بعد كأس العالم. يعني صلاح دلوقتي هو بيلعب معانا هو عارف هو هيلعب فين بعد كأس العالم. خلص الاتفاقات مع النادي اللي هيلعب له بعد كأس العالم، وهيتم الإعلان عنه بعد كأس العالم. طيب النادي ده إيه؟ النادي ده بحسب المعلومة اللي عندي، وأنا هقولها لك بالنسبة المئوية عشان أبقى دقيق جدا، بنسبة 90% هيبقى نادي أوروبي. بنسبة 90% هيبقى نادي أوروبي. ال10% اللي باقيين ممكن يبقى نادي امريكي او غيره، بس ال90% هيبقى نادي اوروبي. هتقول لي طب ما تقول لنا يا كريم بقى ادام عندك المعلومه هو رايح في نادي ايه بالظبط؟ ما اعرفش. انا اديتك المعلومه اللي عندي. المعلومه اللي عندي انه صلاح مخلص مع نادي، ان صلاح بنسبه 90% هيبقى في نادي اوروبي، وفي 10% عشان يعني ابقى امين في العرض ما بين الدوري الامريكي او دوريات اخرى، لكن اغلب الظن هو في نادي اوروبي الفتره اللي جايه. دي معلومه صلاح، وانا دايما ببقى دقيق او بحاول ابقى دقيق جدا في كلامي. سهل جدا اقول لك 100% في نادي اوروبي، سهل جدا اقول لك ده في الدوري الايطالي ولا الاسباني، بس انا ما بقولش غير المعلومات اللي جات لي. فدي المعلومه اللي عندي، نادي اوروبي. ماشي.